يا مساء الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هنسيح مع بعض زبده بلدي لكل اللي بيحبوا السمنه البلدي او السمنه الفلاحي. ودي طبعا صحيه جدا جدا، ما فيهاش مواد حافظه وما فيهاش هدرجه زي السمنه اللي في السوق. آم، هنعرف مع بعض هنعملها ازاي. اولا احنا هنجيب زبدة من مكان مضمون. انا بجيب زبدة من شركة اسمها الشرقية بيور، حلوة جدا جدا جدا. زي ما احنا شايفين كده، انا جبت البقري، حطيت الزبدة اللي انا جبتها كده زي ما هي، حطيتها في حلة كبيرة تيفال على النار. اول ما بحط الزبدة ببقى موطية النار خالص. اول ما وطيت النار سبتها لغايه ما ساحت وفكت خالص كلها، وبعدين هبدا اعلي النار شويه تبقى وسط يعني، لغايه ما توصل اللي احنا شايفينه ده. بتلاقيها الاول عكرت كده، بقت معكره، وبعدين هتلاقي كل التعكير، كل الابيض ده نزل تحت. وبقى مرطة، ولازم كل شوية نقلبها، ما نسيبهاش خالص، لان لو سبناها المرطة اللي تحت دي هتتحرق وهتحرق السمنة كمان. بصوا ده شكل كده المرطة، بيبقى لونها بيش كده فاتح، وبيبقى السمنة من فوق لونها شفاف كده، سواء اصفر لو بقري او ابيض لو جاموسي. وبتبقى بصوا تحفة، لونها حلو قوي كده. يدوب كده خلصت كده، احنا سيحناها، نطفي بقى النار عليها ونشيل الحلة خالص من على النار، علشان ما تفضلش برضو بتسخن من حرارة البوتاجاز. هي كده تمام. بصوا لونها حلو ازاي، حلو قوي، لونها جميل، الاصفر الذهبي ده. والمرطة بتبقى موجودة تحت. هنبدأ بقى نحطها، نستنى لما تهدى شوية ونبدأ نحطها في برطمانات ازاز تكون متعقمة. ودي كده شكل المرطة بعد ما شلنا السمنة وحطيناها في البطرمانات. بس كده. هنشيل كمان المرطة، ممكن ناكلها على جبنة او بتتاكل كده لوحدها. كده خلاص، هي احنا الزبدة بتاعتنا مش هينفع نسيبها على النار اكتر من كده عشان ما تتحرقش وتحرق لنا السمنة. هنحطها زي ما قلنا في بطرمانات تكون معقمة، ونشيلها في التلاجة ونستخدمها في الاكل الحلو، في الاكل الحادق. ده كده شكلها معانا لما اتجمدت شويه في التلاجة. لما شلتها شويه في التلاجة بصوا شكلها حلو ازاي، مرمله جدا، ريحتها فظيعه، حلوه قوي 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 قوي. بجد انصحكم ان انتوا تجربوها. ده مش اعلان يا جماعه خالص خالص، انا معرفش الشركه ولا اعرف اي حد فيها، بس انا قلت افيدكم بنوع زبده يكون كويس وطريقه التسييح بتاعتها. اشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله. باي باي.